اتفضل يا فندم، تحت امرك تحت امرك. في ايه؟ بوكيه ورد، بوكيه ورد. ماشي ازاي بقى؟ امر يا فندم. اللي انا بس اللي هنا امر بحط كده على الصبح. مين يا عم؟ انا جاي اهو. انا يا باشا شغال هنا امر. عارفه الزبون. بص يا باشا تحت امرك ولا اي حاجه. تحت امرك. لف هقول لك بس. تمام يا فندم، احنا كتبنا الرقم بقى على الواتساب وكده لاصحابي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم النهارده بفيديو جديد. رجعنا تاني في فيديو طرش وما بيهزرش. تعالوا بقى يا جماعه كلنا نصلي على سيدنا محمد. ما تنساش بقى يا صاحبي فضلا وليس امرا دعمنا في فيديو النهارده. لايك وكومنت وشير واستنى فيديوهات كتير. ويلا بينا نشوف الفيديو. اتفضل يا فندم. مساء الزفت. مساء النور يا فندم، اتفضل. بعد اذن حضرتك انا كنت عايز بوكيه ورد طبيعي، بس عايز اعرف بس الاسعار كتير عن كام حضرتك بتجيب؟ 300 وده 200. بس انا هرجح لك يعني ده. لا هو ولا ده ولا ده. عايز بوكيه ورد بعدين. بوكيه ورد. لا انت شكلك ان كونديشن، انت ممكن انت تاخد. نعم. ولا ايه؟ تاخد ده وده كمان عليك ليه؟ طب ثانية. حسابهم كده كام حضرتك؟ يا عم ثانية، الحاجة دي جاية لنا يا عم. 100 و100 يبقى 200 جنيه. الحاجة دي جاية لنا بقول. يا عم ثانية انا مالي يا عم بيك دلوقتي. يا عم طب بس انا هحل لك المشكله دي. طب ماشي يلا المون دايما على حق. بس هيجي يحاسبني دلوقتي. انا هحل لحضرتك المشكله حالا. هروح المخبز حالا. ايوه. دقيقه او نص واجيبه لك. طيب اتفضل. ماشي. راحت المخبز نشوف لي ورد وبارد. طيب. ده الوردوش يا صاحبي. مساء الفل يا عم. حبيبي عامل ايه؟ انت شكلك انت بقى تلاقيك صاحب المكان. عينيا يا صاحبي امرني. يا عم انا عايز بوكيه ورد، والست لقيتها بتقول لي مش شكلك 300 200 جنيه وتقول له ده ليه شكلك، بس يا عم امرني عايز تقول له ايه؟ شكلك نظيف، والراجل خد الورد بتاعه. انت عايز ايه؟ ورد طبيعي، وعايز يكون الوان تكون فاتحه، ويكون حاجه كده على ذوقك بقى، بس اظبطها. بس كده؟ يا ريت. طب فرنج قد ايه؟ يا عم انت عندك الرينج فين كام؟ من اول 300 جنيه لحد 3000 جنيه. هات لي حاجه مقاسها حلو. اجيب لك حاجه ب3؟ ماشي. 3000؟ لا مش 300؟ هات 300. طب ثواني كده. بص حاجه زي دي كده. ايه رايك بقى في الستايل الجميل ده؟ لا حلو. حاجه حلوه؟ جميل. حاسبك عليه دلوقتي. طيب. لا طب ثواني كده معلش ثانيه واحده جاي لك اهو. في دواء. يا رب صبحنا وربحنا. امر يا فندم. شغال هنا انت كمان؟ بس في 2 جم سالوني الاوردر بتاعي. مين هم؟ مفيش حد هنا الا انا بس اللي هنا امر. هي باينه من اولها. طب في بوكيه ورد واحده جت واقفه هنا طلعته لحد. فين بوكيه الورد؟ اتعمل ولا لسه؟ اتعمل وطلعته، وانا كنت طالب بوكيه ورد، وبعد كده لقيتها تقول لي شكلك معفن وبتاع. وانا قلت الاصطباحات كده على الصبح. مين هو اللي عمل معاك كده؟ هما الاثنين راحوا المرسى. طب حضرتك طيب تعرفش الاوردر بتاعي طيب؟ ليك يا عم انا جاي اهو. مش عارف ايه اليوم الزفت ده يا عم. يوم زي الزفت واستباحه خرا. سعادة. انا يا باشا شغال هنا امور تحت امر. اجيب لك ايه؟ في ناس هنا كانت واقفه شغاله. ماشي احنا هنا 13 واحد شغالين في قلب المكان يا باشا. فمساء الخرا امور محتاج ايه؟ مساء ايه؟ عشان ما اجي انادي لك. اقول لك انا. طب خلاص مش شرط بس يعني. يا عم خلاص بس مش شرط. مش انت عايز بوكيه ورد هجيب لك بوكيه ورد. يا جدعان ولا انت عايز بوكيه ورد هجيب لك. يا عم مش عايز حاجه يا عم. يا عم هجيب لك. يا جدعان معلش عشان النفس بس. حضرتك دلوقتي بتحب الحلاوه السويت ولا الحلاوه العاديه؟ لا حضرتك بتحب الحلاوه يعني. طب شوف انت بقى، انت بتحبها انت مالك صوتك نايم؟ كنت شويه هتخش تضربني صوتك نايم وفجاه كان شويه يا عم بتحرر انت. ماشي ايه يعني الرجال هنا موجودين. صاحبني يعني ولا انت ايه نزلتك حبيبي؟ اقفلوا الباب. اقفلوا الباب بسرعه. ما تمشوش، ما تطلعوش من الدكان. انت مش ما تزعلش. معلش معلش احنا بنهزر معاك في كاميرا كده. وشوف انت محتاج ايه واحنا نجيب لك. اتفضل يا فندم، تحت امرك تحت امرك. في ايه؟ نورت المكان، اتفضل. عايزه اقول لك ان انا لسه متخزوقه من الاكس بجد وزعلانه. متخزوقه من الاكس. مش قادره اقول لك عمل فيا ايه بعد حب 3 سنين. بعد ما اخد مني كل حاجه كل حاجه. اديته حب واديته عواطف واديته مشاعر. طيب خلينا في المهم. اتفضلي يا فندم مع حضرتك. كان ميلاد خطيبي النهارده وكنت عايزه له بوكيه ورد. يا بنتي خدها مني نصيحه، بلاش. هيعلقك
وبعد ما يعلقك هيخزوقك، وبعد الخازوق في احزان وفي تامر عاشور، وبعدين انت عينيكي حلوه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، فانت حاولي على ما تثقيش في اي راجل عموما. طيب كنت محتاجه طيب ورد طبيعي ولا ورد صناعي وحاجه في حدود كام عشان اقدر اساعدك؟ عايزه حاجه في حدود كام؟ انا عموما عندي الاسعار بتبتدي من 200 لحد 1000 جنيه. يا رب نخلص. على ذوقك. على ذوقي؟ بقول لك انا 100 خزوقه، انا واحده 100 خزوقه، فكنت نفعت نفسي وعرفت اختار حاجه عدله في حياتي، لكن انا ما فيش. طب اقول لك حساب 300 جنيه. دي 300 جنيه؟ دي وردة. انت مستقليه بالورده دي ورده قلب الحبيب في 7 خطوات، دي عرفك انت. كان الحبيب وردة المثلجات دي واخدة 300 جنيه ازاي؟ خلاص خدي دي كمان عليها هديه. حساب. حساب. الناس دي طلعت 300 جنيه، في تبسي كمان 20 جنيه يا فندم. لا معيشي. ماشي يا فندم، نعمل الفاتوره باسم مين؟ يوكا. طيب يا فندم في الحالات اللي زي دي بنحتاج رقم التليفون. طيب يا تمام يا فندم احنا كتبنا الرقم، ينفع ابقى انزله بقى على الواتساب وكده لاصحابي؟ لا مش هينفع عشان خطيبي بيجري عليا كده. يا بنتي اسمعي مني، اقسم بالله العظيم 3 هيخونك وفي الاخر هيخزوقك، اسمعي مني انا عارفه انا بقول لك ايه، وده من حد سابق. انا اول مره في حياتي فعلا اشوف واحده بنت ناس ومحترمه قوي كده، انا كنت متوقعه ان انت تضربيني. عموما انا بهزر معاكي، اتفضلي. ده فعلا لا ما اقدرش، حقك عليا. بصي وراكي، بصي وراكي، في هنا كاميرا بتصور. انا اسفه حقك عليا. معلش حقك عليا. احمد فاكر يا امي؟ فاكر امك كانت عامله لنا صينيه بطاطس قبل كده؟ سلام. ايه حاجه فل بس شفت بصينيه البطاطس امي عليها نفس ولا نفس تامر انا حسني. بزيت في الزيطه، يعني امك اصلا اكلها معجن. ما انا عارف. فاكر انت المحشي اللي ما عجبكيش وقعدتي تقولي المحشي ورق عنب مش حلو؟ لو سمحت كنت عايز بوكيه ورد. عايز ايه؟ بوكيه ورد. مش سامعك معلش. بوكيه ورد. قولي لي انت عايز، بيقول لك عايز ايه؟ مش الصوت يا ابني معلش. معلش ورد. علي صوتك يا باشا انا اسمعك. بوكيه ورد. ايه؟ بوكيه ورد. هو مش سامعه ده بيقول ايه ده؟ ما علينا، بقول لك بقى خلينا في المهم. انا سلام ورحمه الله وبركاته. لا يا باشا، عارفه زبون المكان ده لسه تاني مره اعرفه النهارده. مساء الخير يا باشا، امورنا تحت امرك. هجيب لك ايه غالي؟ عايز بوكيه ورد بقى. احلى بوكيه واحد بس. يا نهار اسود. السلام عليكم. كده يا باشا العروض هتنزل بكره الساعه 9. خد ده، هتيجي بكره تاخد واحده زي مجانا هديه عليك. مع كل بوكيه ورد في بوكيه ورد هديه. لا والله والله على راسنا، والله باين، والله لا ابدا. خلاص حلفت تحت امرك، مش شرط فلوس، المهم نكسب راضي الزبون النهائي. سلام ورحمه الله وبركاته. اما نرضي الناس. ده تقدير يعني؟ بص يا احمد بس خلينا وده في تقدير المهم. يعني؟ مش سامعك يا صاحبي. ده تقدير؟ مش سامعك. لا ركب سماعات وده تقدير. هو بيقول ايه مش سامعك؟ تقريبا كده يا احمد والله بيتكلم اعلم. في مراميل مين؟ مش بقول لك سامع. هو ده تقدير. مش سامعك. سلام ورحمه الله. ازيك يا باشا عامل ايه؟ كلهم صحاب المكان ده بقى انا اعرفهم من زمان. ده بقى بص يعني اعرفهم تحت امرك يا باشا، امورنا. احلى بوكيه. اديله يا ياسمين، اديله احلى. يعني مش مقامك، هو مش مقامك والله. معلش احنا تحت امرك. بس مش مقامك. تحت امرك يا باشا، ولا فلوس ولا حاجه، خلي الفلوس اللي عايز فلوس الفلوس ده يا باشا والله ولا اي حاجه، والله عيب، ده هديه مني ليك والله. خلاص ده خلي الفلوس اللي عايز فلوس يا باشا، تحت امرك. بقول لك ايه، اتفضل. انا حاسه كده خير، اللهم اجعله خير ان احنا بص يا باشا عشان بس انت برضو توقف بالك كتير. غير الدولارات يا جدع. السلام عليكم. السلام عليكم. حبيبي احلى ابو احمد حبيبي. ايه الاخبار؟ عاوز احلى عمرو في بوكيه ورد عندك عشان احلى بوكيه ورد لاحلى عمرو في يا الدنيا. نهار ابيض. اتفضل يا باشا. يا باشا ده حاجه جميله. خد كمان الجديد عليه ده كمان هديه. ما شاء الله. ربنا احنا تحت امرك، تحت امرك ولا اي حاجه. استاذنا تحت امرك. نورت يا استاذ عمرو. انا نفسي هو ده هفان على استقلال؟ محشي، وامك يعني ده ما كانت استقلال؟ قايله لي انها تعمل لي محشي وما باشا. عملتليش محشي. ده منين؟ امك دفعت قسط الجمعيه. دفعتها يا كل باشا شهر. كلمني. كل شهر قسط الجمعيه لحد فاضل لها دورين 2 وبنت سماح وبنت عايز بوكيه ورد. بخروا. لا اقعد لف وبخر. لف وبخر. هز وسطك. الله هز وسطك. ماشي خلاص. هز وسطك بجد والله. كده يا عم ما تعمليش كده. طب هقول لك بس يا عم تزعليه. طب هقول لك كنتوا في فرع عندكم النهارده؟ يا اختي
يا باشا ثانية. ماشي تعالى، ايه اللي مزعلك بس يا قمر؟ ده النظر معاك بالكاميرا هنا. خلاص كده يا صاحبي خلصنا فيديو النهارده. شكرا بجد ليك انك كملت الفيديو لحد دلوقتي. حتى لو ما كملتش برضه شكرا ليك. استنونا كل اثنين وخميس الساعة 9. اشوفكم الفيديو الجاي.